في ظل طبعا ارتفاع اسعار العربيات بيبقى نفسنا نلاقي عربيه عمليه تكون مواصفاتها كويسه، تكون قطع غير متوفره ومطلوبه في البيع والشراء، واللي اهم من كل دوت يكون سعرها في متناول الجميع، يكون سعرها مناسب، ما تبقاش غاليه زي معظم العربيات اللي احنا بنسمع عنها. هنتكلم النهارده عن اكتر عربيتين حققوا نجاح كبير جدا في السوق المصري. هنقارن بين العربيه الهاينداي الفيرنا والدايو نوبيرا، هنتكلم عن مواصفات العربيتين ومميزات وعيوب كل عربيه. بس قبل ما نبدا، يا ريت تشرفنا باشتراكك معانا في القناه ولايك لفيديوهاتنا، ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. يجي الاول عربيه معانا هي العربيه الدايو نوبيرا. الدايو نوبيرا بدايه ظهورها في السوق سنه 1997، وده كان باسم نوبيرا 1. بالشكل ده استمر لحد 1999، ومن 1999 لحد 2008 ظهرت بالشكل اللي هو نوبيرا 2. الشكل اختلف، شكل الفوانيس الاماميه والخلفيه، حتى شكل البودي اختلف، حتى شكل التابلو برضو اختلف من جوه، بس هي نفس العفشه ونفس المكنه، برضو اختلافات حاجات بسيطه بين الاثنين. العربيه النوبيرا بتيجي بمحرك 1600 سي سي بقوه 106 حصان، موجود منها النسخه المانوال بفتيس 5 سرعات، وموجود منها النسخه الاوتوماتيك بفتيس 4 سرعات. مساحه تانك بنزين العربيه 60 لتر، دي طبعا مساحه ممتازه جدا. تصميم العربيه بالرغم ان هي عربيه بقالها فتره، بس لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان دي عربيه من العربيات القديمه. عربيه برضو تصميمها يعتبر لسه جديد، تصميمات اللي تعتبر ما بتقدمش. لو جينا دخلنا جوه العربيه هنلاقي صالون العربيه بيتميز بمساحات كبيره وواسعه. القعده بتاعت الصالون مريحه من جوه، حتى القعده بتاعت الكنبه الخلفيه تعتبر مريحه، قعدتها مريحه عن معظم العربيات اللي موجوده في نفس الفئه بتاعتها. خامات العربيه اللي بتنزل بيها الخامات ممتازه جدا، خامات التابلو طريه، الخامه نفسها تحس ان هي خامه محترمه، تحس ان هي العربيه مصروف عليها فعلا اكتر من العربيات الجديده بتنزل، بس الخامات بتبقى البلاستيك بتاعها بلاستيك ناشف، الخامات هنا اطرى شويه. الفرق يا جماعه بين حته الخامه الطريه او الخامه الناشفه، ده بيبقى مدى قوه تحمله لاشعه الشمس. العربيه لما يبقى التابلو الخامه بتاعته طريه شويه، ده عمره اطول ويعيش معاك اطول ما يبقى الخامه ناشفه. الخامه الناشفه بتشقق في الشمس وممكن تكلح بشكلها وحش. العربيه تعتبر من العربيات العمليه من الدرجه الاولى، عربيه ما فيش فيها اي مشكله، العربيه اعطالها قليله، صيانتها سهله، كله بيفهم فيها وكله بيشتغل فيها، ما فيش اي مشاكل في العربيه. لو جينا اتكلمنا عن مميزات العربيه، اهم ميزه في العربيه ديت هي قوه ثباتها، طبعا نظرا لقوه المحرك بتاعها. طبعا الاداء بتاعه قوي جدا وممتاز جدا. الاداء ده نحس بيه اكتر لما نطلع على سرعات او تيجي تسافر بالعربيه، تديها مسافه او تديها سكه سفر. العربيه بصراحه بتثبت معاك كفاءه وادائها بيبقى ممتاز جدا. العربيه ماسكه نفسها مع السرعات، العربيه ثابته مفيش فيها اي مشاكل مع السرعات العاليه. والتحكم في العربيه على السرعات، التحكم برضو كويس، العربيه ما بتعومش منك، تعرف تلم العربيه، تعرف تتحكم فيها بالفرامل، فراملها مش وحشه. تاني ميزه معانا في العربيه دي هي حجم صالون العربيه. العربيه بتتميز بحجم صالون ممتاز جدا، الصالون مساحته مريحه وواسعه. مساحات العربيه في العموم سواء الصالون او التخزين او شنطه العربيه مساحتها ممتازه جدا، بتتميز عن اي عربيه في نفس الفئه بتاعتها، سواء في صالون العربيه او في خامات وتقفيل العربيه، برضو ممتاز عن اي عربيه موجوده في نفس الفئه بتاعتها. نيجي الميزه اللي بعد كده هي طبعا توافر قطع غيار العربيه. العربيه قطع غيارها متوفره، موجوده في كل حته وباسعار رخيصه مش غاليه، واعاده البيع في العربيه ديت كويسه برضو. العربيه معروفه في السوق وليها سعرها في السوق. نيجي نتكلم عن عيوب العربيه. من اكبر واشهر مشكله في العربيه ديت مش موفره في البنزين، طبعا لان المحرك بتاعها على 2 كامه. المحرك في نفس الوقت اداؤه قوي جدا، عشان يديك القوه دي فللاسف بيبقى استهلاكه في البنزين بيبقى اكتر شويه عن اي عربيه تانية. في عيب في العربيه دي، العربيات دي مشهوره بيه، عشان كده ما حاول لو انت هتشتري العربيه ديت لازم تتاكد من العيب ده، تاكل البطيخات الخلفيه. العربيه دي مشهوره ان هي على طول البطيخات الخلفيه بتاعتها بتسرح فيها البارومه وبتتاكل، بس المشكله طبعا ليها علاج وبتتعالج وما فيش فيها اي مشكله بعد كده. مجمل العربيه النوبيرا، العربيه انا شايف بصراحه مميزاتها اكتر من عيوبها. من اهم مميزاتها هي الثبات، ان انت تاخد عربيه في الفئه السعريه بتاعتها وبالثبات ده، بصراحه دي حاجه كويسه جدا. توفر قطع غيار، عربيه عمليه اعطالها قليله، عربيه مطلوبه في البيع والشراء، فدي تعتبر مميزات اكتر بكتير من عيوبها. سعر العربيه النوبيرا في السوق بيبتدي من 200,000 لحد 300,000 طبعا على حسب حاله العربيه والموديل. نيجي لتاني عربية معانا هي العربية الهيونداي الفيرنا. العربية طبعا حققت نجاح كبير جدا من بداية ظهورها لحد دلوقتي. العربية مسيطرة في السوق، محافظة على مكانها في السوق من بداية ظهورها في 2003 لحد دلوقتي. العربية الفيرنا بتنزل بمحرك 1600 سي سي بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن. العربية نزل منها النسخة المانوال بفتيس 5 سرعات، ونزلت بالنسخة الأوتوماتيك بفتيس 4 سرعات. العربية تصميمها من الخارج بسيط ومميز، ومساحتها من جوه ولا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي، مساحتها وسط مش وحشة.
خامات التقفيل من جوه الخامات بتاعتها بلاستيك ناشف شويه مختلف عن النوبيرا. العربيات الفيرنا من العربيات العمليه جدا في السوق رقم واحد. صيانتها سهله ولو قطع غيارها موجوده ومفيش فيها اي مشكله. لو جينا اتكلمنا عن مميزات الفيرنا، من اهم ميزه فيها هي مطلوبه في السوق بشكل كبير جدا، وده خلى سعرها يمكن يبقى اغلى زياده عن اللازم. ان العربيه مطلوبه في السوق بشكل كبير جدا، كتر الطلب على العربيه ديت رفع سعرها في السوق من السعر المفروض تبقى عليه اصلا. نيجي لتاني ميزة بعد كده، هي طبعًا توافر قطع غيار عربية وأسعارها رخيصة مش غالية. لو جينا اتكلمنا عن عيوب العربية، طبعًا من أكبر عيوب العربية ديّة هي طبعًا قلة ثبات العربية مع السرعات. طبعًا ده بيرجع لإن المحرك بتاعها قوي جدًا والبودي بتاع العربية خفيف، فما فيش توافق بين قوة المحرك وبودي العربية. فالعربية لمّا تجيب بيها سرعة عالية جدًا بيبقى صعب التحكم فيها من بعد، خاصةً من بعد ما تعدي ال120. المحرك بتاعها ده شفناه في العربية الماتريكس، فيعتبر متوافق شوية. طبعًا في فرق كبير جدًا بين البودي بتاع الماتريكس والبودي الفيرنا. تخيل الاتنين نفس المحرك، فعلى الفيرنا هيبقى الموضوع صعب شوية. نيجي للعيب اللي بعد كده، هو ضعف صاج العربية الفيرنا طبعًا معروفة إن صاجها ضعيف جدًا، صاجها ضعيف وخفيف، فده برضه من ضمن الأسباب اللي بتقلل في ثبات العربية. نيجي للعيب اللي بعد كده، العربية واطية عن الأرض. طبعًا ده بيحُك معاك في المطبات، خاصةً لو في حد راكب معاك في العربية بتحُك معاك في المطبات العالية. سعر العربية الفيرنا في السوق بيبتدي من 250,000 لحد 400,000 وممكن توصل ل450 طبعًا على حسب حالة العربية والموديل. في المجمل لو جينا اتكلمنا عن العربيتين من حيث المساحات الداخلية، طبعا النوبيرا هتبقى أفضل بكتير من الفيرنا، لأن العربية النوبيرا بتيجي بقاعدة عجلات 2 متر و60. العربية الفيرنا بتيجي بقاعدة عجلات 2 متر 44. فطبعا في فرق طبعا بينعكس على الكنبة الخلفية وراحة الراكب الخلفي. لو جينا اتكلمنا في الثبات، طبعا النوبيرا برضو أفضل بكتير في الثبات من الفيرنا، والبودي بتاعها متماشي مع قوة محرك العربية. لو جينا اتكلمنا في قطع الغيار، الاتنين يعتبروا قطع غيار متوفرين. لو جينا اتكلمنا في إعادة البيع، الاتنين برضو إعادة البيع بتاعتهم كويسة، بس طبعا الفيرنا أكتر شوية، فده رفع سعرها بقى خلاها أغلى من النوبيرا شوية. لو جينا اتكلمنا عن قوة الصاج، طبعا النوبيرا هتبقى أفضل. في المجمل يا جماعة العربيتين يعتبروا عربيات عملية، قطع غيارهم متوفرة، مطلوبين في إعادة البيع والشراء. بس لو أنت معظم شغلك أو معظم استخدامك للعربية على سرعات أو سكك سفر، النوبيرا هتبقى أفضل بكتير من الفيرنا. وأنت احتياجك هيبقى ماشيك جوه البلد أكتر، الفيرنا هتبقى أفضل من النوبيرا بالنسبة لحتة استهلاك البنزين. وفي الآخر عاوزين نعرف رأي حضراتكم في العربيتين وأنهو العربية اللي فعلا تستحق الاختيار. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لحد آخر حلقتنا. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.